أهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك. مع بداية أزمة كورونا وبعد انتهاء الأزمة حصلت كتير من الأزمات على مستوى العالم، بداية من أزمة سلاسل الإمداد لأزمة المايكرو تشيبس للأزمة الاقتصادية الحالية. واحدة من الأزمات اللي أثرت على حاجات كتير جدا هي أزمة الرقائق الإلكترونية أو المايكرو تشيبس، ودي احنا عملنا لها حلقة مخصوص في تيك توك تقدر تشوفها على قناتنا على يوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. الحلقة اتكلمت بشكل كبير جدا عن أسباب الأزمة والإرهاصات اللي حصلت واللي هتحصل بسبب الأزمة دي، وكمان الصراع اللي داير بين الولايات المتحدة والصين على تصنيع الرقائق الإلكترونية. لكن الحقيقة الموضوع وصل لمرحلة الحرب حاليا، خصوصا مع اتجاه الولايات المتحدة لتصنيع المايكرو تشيبس في الأراضي الأمريكية مرة تانية، ودعم الولايات المتحدة لتايوان كأكبر مصنع للرقائق دي في العالم، وتقريبا المحتكر الأكبر للصناعة دي حوالين العالم. الصين بدأت هي كمان تكشر عن أنيابها، وبدأ الموضوع يوصل لمرحلة صراع على الهيمنة والتحكم في مقدرات العالم الجديد اللي كله معتمد على التكنولوجيا، واللي بالأساس الرقائق الإلكترونية هي المحرك الأول ليه. بدأت الصين تتحرك في اتجاهات كتير، وبدأت أمريكا ترد في اتجاهات تانية، وبدأت ملامح حرب خفية بينهم في التحكم في المايكرو تشيبس والتقنيات اللي ليها علاقة بيها. مع تحركات الصين المتكررة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت ألاقي ناس كتير جدا بتفكر بشكل عاطفي شوية إنه الصين قادمة والتكنولوجيا الجاية تكنولوجيا صينية، وإن الصين هتتفوق على أمريكا تكنولوجياً، ولازم نتجه للتكنولوجيا الصينية، لدرجة إن في ناس شغالة على نغمة التنين الصيني قادم والكلام الكبير ده. عموماً الغرض الأساسي من الحلقة مش الصين ولا أمريكا ولا دفاعاً أو محاباة لدولة ضد أي دولة تانية، ده مش موضوعنا أساساً، ولكن الفكرة الأساسية هي هل الصين فعلاً هتتفوق على أمريكا في الفترة اللي جاية في قصة التكنولوجيا وتصنيع الرقائق الإلكترونية؟ هل الهيمنة هتتسحب في الحتة دي من تايوان والولايات المتحدة للصين زي ما الناس بتروج، ولا في أبعاد تانية مخفية؟ كلامنا النهاردة عن الحرب الخفية والصراع التقني بين الولايات المتحدة والصين، وعلاقة ده باللي هيحصل في المستقبل على الصعيد التقني، وإزاي نفهم المشهد ده بشكل علمي بعيداً عن العواطف، ويا ترى ده تأثيره علينا هيكون إيه؟ قبل ما نبدأ في سرد الحكاية هفكرك بس إن الموضوع بتاع الصراع الأمريكي الصيني على التفوق التقني مش موضوع جديد، ويمكن ده بيفكرنا بغلاف مجلة الإيكونومست الشهيرة سنة 2018 لما عرض عنوان الغلاف صورة بتعبر عن الصراع بين الولايات المتحدة والصين على التفوق، وكان عنوانه The Battle for Digital Supremacy. الصراع ده نقدر نعتبره صراع من صراعات الحروب الباردة، لكن بطريقة مختلفة. ففي القرن العشرين صراع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان معتمد على حروب العصابات والحروب بالوكالة والأسلحة النووية ودعم الجماعات المسلحة والإرهابية، واللي انتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي. لكن الصراع اللي داير حاليا بين الصين والولايات المتحدة مش على الأرض على قد ما هو صراع في العالم الرقمي أو في الفضاء السيبراني. في أغسطس اللي فات الولايات المتحدة قررت منع تصدير التقنيات المعقدة للرقائق الإلكترونية لكل من الصين وروسيا، وعلى رأسهم طبعاً التشيبس اللي بتستخدم في تصنيع الكمبيوترز المتطورة وتطبيقات الذكاء الصناعي والجرافيكس والأسلحة المتطورة. ودي كانت نقطة فارقة في الحرب الباردة اللي دايرة حالياً بين الصين وأمريكا على التقنيات دي. لكن أكيد حضرتك هتسأل سؤال منطقي، هو ليه الصين مش بتكبر دماغها من أمريكا وتصنع التشيبس عندها وخلاص؟ ما هي بتصنع كل حاجة، وما إن الصين دولة متطورة، إيه اللي مانعها إنها تصنع الرقائق الإلكترونية؟ الحقيقة هو سؤال وجيه وفي محله، لكن الإجابة ممكن تكون في سن القلم الجاف، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أهلا بيكم. قبل الفاصل قلت لي ليه الصين بقى مش بتصنع المايكرو تشيبس، وانا قلت لك ان السر ممكن يكون في سن القلم الجاف. طبعا انت هتقول لي ايه الكلام العجيب ده؟ ايه علاقه القلم الجاف بالمايكرو تشيبس؟ انا دماغي لفت. شوف يا محترم، القلم الجاف اللي حضرتك بتستخدمه دلوقتي واللي اغلبه هتلاقيه مكتوب عليه ميد ان تشاينا هو اساسا مش مصنوع في الصين ولا تم اختراعه في الصين، والاهم بقى ان الدقه كلها تكمن في تصنيع سن القلم الجاف مش القلم نفسه. تخيل بقى الصين خدت وقت رهيب عشان تقدر تصنع سن القلم الجاف. في 2017 يعني من 5 سنين الصين أعلنت رسمياً إنها قدرت تصنع سن القلم الجاف لأول مرة في الصين من غير ما تستورده، وإن القلم كله بقى متصنع بالكامل في الصين مش زي الأول. طبعاً أنت هتقول لي يا راجل، يعني الصين بكل التطور اللي هي فيه ده والتكنولوجيا والتقنيات المعقدة، ده غير إنهم الدولة رقم 3 في العالم اللي تطلع للفضاء في 2003، وسعادتك جاي تقول لي سن القلم الجاف؟ يا راجل ده كلام برضه. تخيل يا محترم إن دي هي الحقيقة، الصين بقى لها سنين كتير جدا بتصنع كل حاجة وحتى الأقلام الجاف، لكن ما كانتش بتصنع سن القلم الجاف، ودي واحدة من التقنيات المعقدة جدا اللي الصين ما كانش عندها قدرة على تصنيعها لحد 2017. على الرغم من ان ابتكار القلم الجاف اصلا من القرن ال19 على ايد الامريكي جون لاود، واللي تحديدا عمل براءة اختراع سنة 1888، واللي بعده كده حول الفكرة ديت للقلم التجاري واحد مجري أرجنتيني الأصل اسمه لازلو بيرو،
بعد كده الولايات المتحدة اشترت حقوق الملكية وبدأت تصنعه، وكمان اتنقلت الصناعة لشركة باك الفرنسية اللي حضرتك طبعا عارفها بالقلم الفرنساوي الشهير، وهكذا تطورت الصناعة دي مع تطور التكنولوجيا. على الرغم من ان الموضوع ممكن يبان بسيط جدا ومش معقد، لكن في الحقيقة تصنيع سن القلم الجاف ده من أعقد الحاجات اللي ممكن تتخيلها. ده غير المعدن بقى المستخدم في صناعة السن نفسه، هي سبيكة من عدة عناصر اسمها تنجستن كاربايد. ما علينا. تصنيع السن ده الصين لا كان عندها المعدات اللي بتصنع السبيكة دي، ولا عندها الدقة الهندسية الكبيرة، ولا كان عندها أساساً المواد اللي تقدر تعمل منها السبيكة دي بسهولة. ومن هنا تيجي الفكرة إن الأزمة مش في تطور التكنولوجيا وتطور البلد تقنياً، على قد ما هي في الإبداع والبحث العلمي والدقة في التصنيع والهندسة والمواد الخام والأدوات اللي بتستخدم لتصنيع الماكينات اللي بتصنع مكونات الصناعة نفسها. دي بقى العلاقة بين سن القلم الجاف وتصنيع الرقائق الإلكترونية. الأزمة مش في التكنولوجيا ولا في قدرة البلد على تصنيع رقائق، لكن الموضوع أبعد من كده بكتير. والحقيقة إن الصين ما عندهاش القدرة الكبيرة اللي أنت متخيلها في موضوع تقنية تصنيع الرقائق الإلكترونية لأسباب كتير. وهنا أنت طبعاً هتسأل، أمال الأجهزة الإلكترونية اللي بتتصنع في الصين والكمبيوترز والتليفونات الذكية وتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها بتعمل إزاي؟ ده مفيش أي حاجة إلكترونية تقريباً بتشتريها مش مكتوب عليها صنع في الصين. ده بقى السؤال اللي هنجاوب عليه لحضرتك بالتفصيل النهارده، عشان كده عايزك تركز معايا بقى في الحرب اللي بدأنا بيها كلامنا بين أمريكا والصين على امتلاك التكنولوجيا والهيمنة الرقمية. خلينا بقى نبدأ بتايوان، الجزيرة اللي بتتحكم في العالم حرفياً دلوقتي. عارف ليه؟ لأن تايوان هي اللي محتكرة تصنيع المايكرو تشيبس في العالم، وتحديداً شركة TSMC. من أول المايكرو تشيبس اللي موجودة في التكييفات للعربيات للكمبيوترز للصواريخ والأسلحة المتطورة ومركبات الفضاء. الشركة دي حضرتك بتصنع حوالي 92% من الهاي اند تشيبس في العالم، واللي حجمها أقل من 10 نانومتر. يعني بنتكلم على 7 نانومتر و5 نانومتر، والنانومتر ده 1 على مليار من المتر. انت متخيل حضرتك الحجم اللي بنتكلم عليه؟ ودي مش أي حد يقدر يصنعها لاعتبارات كتير، منها التكنولوجيا المعقدة في المكن اللي بيصنع التشيبس أصلاً، واللي ناس كتير ما تعرفوش إن مش تايوان هي اللي بتعمله، وده اللي هنجيله بعدين. المهم بقى الشركة التانية اللي بتصنع 8% الباقيين هي سامسونج، ودي حجم السوق بتاعها مش زي شركة TSMC في تصنيع التشيبس. من المفارقات بقى إن أمريكا بتستخدم تايوان كسلاح ضد الصين في منع تصدير التكنولوجيا الأمريكية وخصوصاً التشيبس، والصين بتلاعب أمريكا بتهديدها بغزو تايوان، ويمكن أنت سمعت عن القصة دي الفترة الأخيرة. المفارقة هنا إن جزيرة تايوان من الجزر اللي أساساً مش مستقلة بشكل كامل عن الصين، وفي صراع سياسي كبير من زمان، وما زالت رسمياً معروفة باسم الصين أو تايوان أو تايبيه الصينية. دايماً الصين بتتعامل معاها إنها مش دولة مستقلة، وما بتقولش عليها حكومة جمهورية الصين، لكن بتقول عليها السلطات التايوانية. وعلى العكس تايوان شايفة نفسها دولة مستقلة ذات سيادة. حوار كبير بقى سيادتك من القرن اللي فات. تخيل على الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر حليف سياسي لتايوان وبتدعم تايوان بشكل كبير جدا، وهي اللي ساعدت في نمو صناعة التشيبس في تايوان، إلا أن أمريكا مش من الدول اللي بتعلن تأييدها رسميا لاستقلال تايوان عن الصين، ولا ليها تمثيل دبلوماسي هناك. غريبة صح؟ سياسة بقى يا سيدي. الولايات المتحدة كانت في الأول بتصنع تقريبا تلت التشيبس في العالم، دلوقتي مفيش أي رقائق بتتصنع في أمريكا نهائيا. في فترة الثمانينيات من القرن اللي فات، الشركات الأمريكية الشهيرة زي انتل كانت بتصنع كل التشيبس اللي عندها في أمريكا، لحد ما بدأت في المنافسة معاها شركات يابانية كبيرة، وبعد كده قررت الشركات الأمريكية تعمل اوت سورسنج لكتير من مراحل التصنيع بتاعتها خارج الولايات المتحدة عشان تقلل التكلفة وتنافس مع الشركات اليابانية. مين بقى اللي أخد باله من القصة دي وقتها؟ كان موريس تشانغ التايواني اللي كان بيدرس في أمريكا من الخمسينات، وفضل يتطور لحد ما بقى واحد من أهم الشخصيات في شركة تكساس انسترومنتس الأمريكية اللي كانت بتصنع الأجهزة الإلكترونية سنة 1958. بعد كده الحكومة التايوانية عرضت عليه إنه يقود صناعة التشيبس في تايوان، ودي كانت بداية شركة TSMC اللي أسسها سنة 1987. دي كانت بقى بداية إمبراطورية المايكرو تشيبس في تايوان، لما قرر تشانغ إنه ينتج البروسيسورز بسعر أرخص من أي مكان في العالم. وهنا كل الشركات العالمية طبعاً لجأت لشركة TSMC لتصنيع البروسيسورز بتاعتها، زي مثلاً انتل وابل كوالكوم AMD وحتى هواوي وانفيديا وتسلا. صناعة المايكرو تشيبس موضوع في غاية التعقيد، كل تشيب تقريباً عليه حوالي 50 مليار ترانزستور، وطبعاً أنا مش عايز أقول لك الموضوع ده محتاج ماشينز خاصة محدش بينتجها غير دولة واحدة في العالم. طبعاً أنت هتقول لي أمريكا أو تايوان، الإجابة لأ طبعاً. خلونا نطلع فاصل وارجع أقول لك. أهلا بيكم.
قلت لي بقى تايوان محتكرة صناعة المايكرو تشيبس تحت حجم ال10 نانومتر. شركة TSMC الوحيدة اللي بتصنع التقنيات دي، لكن الحقيقة إن في ماشين خاصة من غيرها شركة TSMC مش هتعرف تعمل التشيبس، والماشين دي حضرتك ما بتنتجهاش غير دولة واحدة بس في العالم، وهي مين؟ تخيل بقى. طبعا انت هيجي في دماغك تايوان وأمريكا أو كوريا، لكن الحقيقة إنها هولندا. شركة ASML الهولندية اللي تأسست سنة 1984 بالشراكة مع شركة فيليبس، ودلوقتي بقت شركة مستقلة وبقت هي الشركة الوحيدة في العالم اللي بتنتج ماكينات ليثوغرافي أو التصوير الضوئي اللي بتستخدم في صناعة نماذج المايكرو تشيبس. الماشين دي تكلفتها حوالي 160 مليون دولار، لكن الأزمة مش في تكلفتها طبعاً، الأزمة في مين ليه حق الوصول للتكنولوجيا دي أساساً، ومين مسموح ليه ومين مش مسموح ليه. تخيل بقى الماشين دي اللي بتصنع المايكرو تشيبس، اللي بتشغل الماشينز اللي بتعمل المايكرو تشيبس، والماشين دي تقريباً هي اللي بتتحكم في الحضارة والتقدم اللي احنا عايشينه حالياً، ولك أن تتخيل كم التعقيد اللي في الماشين دي عامل إزاي. بالمناسبة الشركة بتخطط كمان لإصدار ماشين تكلفتها حوالي 400 مليون دولار للأجيال الجديدة من المايكرو تشيبس. هتقول لي طيب وشركة زي دي ما بتبيعش ليه الماشينز دي للصين؟ عندك حق، سؤال وجيه برضو، بس زي ما قلت لك مش أي حد مسموح ليه يشتري التكنولوجيا دي. في 2019 إدارة ترامب اتفقت مع الحكومة الهولندية إنها ما تبيعش الماشين دي للصين، بالرغم من إن إمكانيات الماشين اللي بتبيعها هولندا للصين مش زي اللي بتبيعها لتايوان، لكن بالفعل منعت هولندا تصدير الماشين دي للصين. طبعا إدارة بايدن نفس القصة، بتمارس ضغط على الصين بالتعاون مع هولندا لعدم تصدير الماشينز اللي بتعمل النماذج المعقدة من المايكرو تشيبس. إنما بقى الماشينز التانية اللي ممكن تستخدم لإنتاج موديلات أقل تعقيدا مفيش فيها مشكلة، وحتى دي أمريكا بتفكر تقفش على الصين فيها كمان، وساعتها هتبقى مشكلة كبيرة للصين. هتقول لي طيب ما الصين تعمل الماشين دي؟ ده كلام جميل، بس حضرتك الموضوع بالرغم من إنه مش مستحيل بس محتاج سنين طويلة عشان الصين تقدر تعمل ليثوغرافي ماشين تقدر تصنع بيها مايكرو تشيبس أقل من 7 نانومتر. خلال السنين دي شوف التقنية دي هتكون راحت فين أصلاً، خليك فاكر سن القلم الجاف. الموضوع محتاج نو هاو وخبرات كبيرة جدا في الهندسة والإبداع والبحث العلمي، مش موجودة أساساً في الصين دلوقتي. على الرغم من أن الصين أطلقت استراتيجية طموحة سنة 2015 للاستغناء عن التبعية الأمريكية في تصنيع المايكرو تشيبس والتكنولوجيا لعدم الاعتماد على تايوان، وسمت الخطة دي Made in China 2025. الصين مثلا استثمرت حوالي 11 مليار دولار في الكوانتم كومبيوتينج من 2009 ل 2011 مقابل 3 مليار للولايات المتحدة، ولو عايز تعرف ايه أهمية ده يبقى لازم تتفرج على حلقة تيك توك عن الكوانتم كومبيوتينج. بالرغم من انها استراتيجية طموحة زي ما قلت لك، لكن الصين ما قدرتش تحقق منها كتير، إضافة ان نقطة الضعف الكبيرة عند الصين هي الخبرات والكفاءات والبحث العلمي والمهندسين في المجال ده. الصين نفسها بتقول إن بحلول 2025 هيبقى في نقص في الكفاءات في تخصص صناعة المايكرو تشيبس هيوصل لحوالي 300 ألف خبير، وده رقم كبير جدا. الحقيقة إن سياسة بايدن في التعامل مع الصين أكثر صرامة، وجات الخطوة الأخيرة اللي عملها بايدن في أغسطس 2022 وهي توقيع Chips and Science Act. ده بقى يا سيدي قانون هيسمح للولايات المتحدة بتصنيع المايكرو تشيبس تاني في الولايات المتحدة، واستثمارات بمليارات من شركات حتى TSMC وإنتل لإنتاج أكبر مصانع للمايكرو تشيبس في العالم في الولايات المتحدة. وأمريكا هتوفر بقى فرص استثمارات كبيرة وتكلفة إنتاج أقل، ناهيك بقى عن الامتيازات، لكن بشرط مهم، وهو إيه بقى؟ إن الشركات دي ما تصدرش التكنولوجيا دي للصين. شايف السياسة بتعمل إيه؟ الحرب بقت على المكشوف في التكنولوجيا، عشان كده بقول لك إنها حرب باردة بس من نوع جديد. الحرب التقليدية أي حد هيدخل فيها دلوقتي هيبقى بيرجع بالتاريخ للعصور المظلمة. الحرب دلوقتي في حتة تانية، الحرب دلوقتي على السيطرة على التكنولوجيا مش أي حاجة تانية، والتكنولوجيا يعني فلوس يعني اقتصاد. للأسف الحرب هتبقى أكثر شراسة في الفترة اللي جاية، توقع تغيرات كتيرة على الساحة التقنية، سواء كانت الهيمنة الأمريكية أو محاولات الصين للحصول على التكنولوجيا بطرق ملتوية، لأنها أكيد مش هتقعد تتفرج على اللي بيحصل فيها. في الحقيقة الحرب دي مش هيبقى فيها فايز واحد، لأن الاقتصاد العالمي متشعب ومتداخل، حتى الاقتصاد الصيني الأمريكي متداخل. بعض الدول هتروح في صف أمريكا، وفي دول تانية هتحاول تناور. الواضح إن أمريكا هتتحكم في صناعة المايكرو تشيبس اللي بتستخدم في الذكاء الصناعي والتطبيقات العسكرية والحاجات الهاي إند، والصين هتحاول تزاحم في صناعة البروسيسورز والعربيات ذاتية القيادة والكلاود سيستم وغيرها. وزي ما بيقولوا دايماً الحروب التجارية مفيش فيها حد كسبان، هيبقى فيها خاسرين فقط. هتقولي مين بقى اللي هيخسر؟ هقول لك أنا وإنت اللي هنخسر. زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية، أزمة في المايكرو تشيبس هتزيد، أعتقد إنها هتكون أسوأ من فترة كورونا واللي حصل فيها في نقص المايكرو تشيبس. عموماً اللي بيحصل ده هيغير شكل العالم في الفترة اللي جاية، وهيخليك فاكر الحلقة دي
وزي ما قال دكتور موريس تشانج رئيس TSMC التايوانية اللي هتبقى أكبر مصنع للمايكرو تشيبس في أمريكا، إن الصناعة دي عمرها ما هتكون زي الأول، وإن العولمة في طريقها للنهاية. كفاية تعرف إن ده هيكون أكبر استثمار لشركة أجنبية في الولايات المتحدة في تاريخها. في رأيي أنا متوقع إن ده حدث كبير جدا، وإن القصة مش إن شركة TSMC تفتح في أمريكا أو إعادة صناعة المايكرو تشيبس لأمريكا تاني وزيادة أرباح شركة TSMC، لا خالص. الموضوع سياسي اقتصادي بحت، وجزء من الهيمنة الأمريكية على صناعة حساسة بالشكل ده. صناعة تقريباً بتتحكم في كل مقدرات الحياة على الأرض في العصر الحالي وفي المستقبل. إذا كانت الولايات المتحدة سيطرت على البترول في القرن العشرين، فهي مش هتتراجع أبداً عن السيطرة عن صناعة المايكرو تشيبس اللي هي بديل البترول حرفياً في القرن ال21. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.